أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaikromo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Jumat malam Sabtu 8 Zulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Juni 2024 Masehi. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fahrul Razi Amanci dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz, serta dilanjutkan cawisan setelah ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Mardi Abdullah MPDI dengan pembahasan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu alamaha ma damat as-samawati wal ard. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معقول سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وأصيلا. لا إله إلا الله له المحيي ويميت وهو على
كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله 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 غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i alihim wa ashabihim wa azwajihim wa dzurriyyatihimul kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadratu arwahil awliya wal atqiya nuqaba nujaba wal aqtab wal abdal syarqan gharban wa fi muqaddimatihim sayyidina al-Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Al-Fatihatu ila hadratu arwahi ashabil kahfi wa ilahil a'immatil asyamal a'immatal arba'ah. Al-imam Abu Hanifah wal imam Malikan wal imam Syafi'iyah wal imam Ahmad bin Hanbalin ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin muhaddisin usulul mutakallimin khususan al-imam Abul Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadratu arwahi asatizatina wali walidina wali ajdadina wal jaddatina wal masyayikhina wali ashabil huquq alaina jami'i muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin serta para pemirsa televisi di mana saja Anda berada, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Juga kita semua dapat hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim sebagaimana biasanya. Kali ini saya meneruskan kajian kita yang menyangkut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak sekali, itu bidang fikih, bidang akidah, bidang akhlak tasawuf, paling tidak 3 bidang pokok. Kajian kita melanjutkan tentang dalam rangka berdoa. Jadi masuk masalah ibadah. Berdoa kepada Allah bisa dilakukan dengan tawassul, dan itu diperintahkan dalam agama kita. Wabtaghu ilaihil wasilah. Allah menyuruh cari usaha, cari jalan, carilah sesuatu yang bisa
mendekatkan, bahkan lebih besar lagi kemungkinan mustajabnya doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tawasul ini tetap fokusnya dalam rangka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akan keluar dari pemahaman tawasul menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau berdoa kepada selain Allah. Harus kita garis bawahi pula, berdoa yang dimaksudkan berdoa dalam arti kata penyembahan kepada Allah. Kita mengakui bahwa kita Allah lah yang melindungi, menerima doa, mengabulkan doa, melaksanakan yang Allah Maha Kuasa. Kalau minta tolong bukan dalam arti kata penyembahan, boleh enggak? Ya jelas, kalau minta tolong itu bukan berarti memfungsikan orang yang tempat kita minta tolong itu sebagai sesembahan. Rasulullah SAW berdoanya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada agar diturunkan hujan. Nah, ini pengertiannya minta tolong yang saya maksudkan tadi. Kalau minta tolong kepada seseorang yang menganggap, meyakini orang itu sebagai orang yang kuasa, dapat menentukan, mengabulkan doa kita, maka kalau orang itu sudah difungsikan sebagai Tuhan, orang yang disembah, maka itu syirik namanya. Itu yang tidak boleh. Sekarang ini tawasulnya orang di kalangan sahabat Nabi itu minta tolong kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan kepada Allah. Boleh kan? Tidak masalah. Minta tolong pada Rasulullah supaya Rasulullah doa supaya diturunkan hujan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW langsung menengadahnya berdoa kepada Allah dalam rangka memohon supaya Allah menurunkan hujan itu. Apa yang terjadi? Maka di udara kumpul-kumpul awan sampai banyak seperti menggunung awan, dan awan itu jadilah hujan. Jadi sampai Rasulullah terkena percikan di mukanya itu hujan itu. Dan hujan turun sampai besoknya, lusanya, sampai Jumat berikutnya masih karena kehujanan itu, air banyak di negeri Madinah itu. Sampai ada lagi dalam hadis, ada yang mengatakan orang yang minta hujan tadi, ada yang mengatakan orang lain.
Ya Rasulullah katanya dia juga berdoa hancur ini bangunan-bangunan kami nih, rusak bangunan-bangunan kami nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan demikian ya selamat daripada musibah terus-menerusan, tapi menjadi rahmat bagi para sahabat di saat itu. Itu lantaran apa? Lantaran berdoa kepada Allah, tapi sahabat ngadap Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan kepada Allah. Boleh minta tolong namanya itu. Oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah semudah itu menganggap minta tolong doa apa itu dianggap itu salah. Tidak, malah doa yang sungguh tepat minta tolongnya itu kepada orang yang dimuliakan Allah, orang yang dikasihi Allah, dan dengan permintaan orang Rasulullah berdoanya kepada Allah. Itu namanya tawasul dengan jalan minta tolong kepada orang-orang lain dalam rangka berdoanya kepada Allah. Sering kadang itu ada pertanyaan, kalau minta tolong dengan Allah baik, nggak usah nak banyak macam-macam, nak nyuruh wong minta tolong doa ke wong, nak ngumpulkan wong, nak selamatan naik haji, minta tolong dengan uang umroh, minta tolongan wong selamatan nak ngantenkan dan sebagainya. Berdoa saja langsung kepada Allah. Itu boleh. Tapi doa yang macam tawasul dengan perantara wong lain, tolong doa ke kami kepada Allah. Oleh sebab itu di kalangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah lazim Pak menjadi tradisi. Kalau ada orang yang di lingkungannya itu orang yang soleh, orang yang kira-kira lebih dekat hubungannya kepada Allah, orang yang demikian dipilih untuk mimpin doa dalam majelis, dipilih si A untuk memimpin doanya kepada Allah, minta tolong kepada orang itu dalam rangka dia berdoa kepada Allah. Itu semacam model tawasul dan di zaman Nabi sudah terjadi. Akhirnya dengan peristiwa-peristiwa itu ulama mengambil pemahaman boleh minta tolong kepada selain Allah, asal mohonnya itu kepada Allah, tidak menuhankan orang itu, tidak menganggap orang itu yang kuasa seperti kuasanya Allah, tapi hanya batas mungkin karena orang itu orang dekat dengan Allah, mungkin lebih bisa dikabulkan Allah kalau ia mimpin itu. Tradisi itu tradisi ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada kesulitan, kalau ada hajat yang besar, berkumpul mereka mengambil orang yang dianggap lebih dekat kepada Allah, lebih banyak kesolehannya kepada Allah, dan itulah diminta tolong Pak Kiai, tolong Pak berdoa kepada Allah agar urusan kita, hajat kita ini mendapatkan keselamatan dari Allah SWT. Itu namanya tawasul. Tidak ada berdoa dewe, artinya berdoa itu lewat orang lain. Siapa orang tempat kita berdoa itu? Orang yang dipandang dia
ada kemuliaan lebih abdul, lebih dekat hubungannya kepada Allah, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dapat diambil pelajaran dari hadis Nabi itu bahwasanya kita boleh bertawasul, minta tolong, doakan kepada orang lain, di samping kita berdoa sendiri. Sekedar sebagian macam tawasul, dan belum lagi waktu yang lain kita akan lanjutkan. Bolehkah nanti kita mengharapkan arwah-arwah yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu orang hidup, orang yang sudah mati itu disuruh berdoa. Nanti masalahnya lain di lain kesempatan. Demikian, wallahu alam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakarma Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat malam Sabtu 8 Zulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Juni 2024 Masehi. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Farrozi Amanci dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakarma Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ الله على ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفك فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.